كيف ما شفتوا في العنوان والمينياتور، كريستيانو رونالدو غيلعب مع الوداد في كأس العالم للأندية. كيف ما سمعتي، واش هادشي بصح ولا لا؟ واش كريستيانو رونالدو غيقدر يلعب مع الوداد الرياضي؟ وشنو غتستافد الوداد من هاد الصفقة إلا كملات، خاصة والكرة المغربية عامة؟ في هذا الفيديو غادي نجاوبوا على هاد الأسئلة كاملة، خليك معايا حتى للآخر. ولكن قبل ما نبداو خلي معاك لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش توصل بكل ما هو جديد إن شاء الله. ويلا نبداو. رونالدو كريستيانو قريب من الوداد او معروض محطوط، كاين اللي كتب محطوط على طاوله الوداد، كاين اللي معروض على فريق الوداد، كل واحد واش يكون. قبل ما ندخلوا لي ديتاي ديال هادشي ونشوفوا الناس اللي تواصلنا معاهم، صراحه تواصلنا مع شي ناس عطاونا الحقيقه ديال هادشي. كي جاك الخبر ديال ان رونالدو معروض على الوداد؟ شنو نقول لك، ما شنو نقول، رونالدو واش ما عندوش فرقه. استعدادني الاتحاد الدولي عطى الضوء الاخضر للفرق المشاركه في مونديال الانديه انها تعاقد مع لاعبين جداد، يعني على سبيل الاعاره لمده شهر للمشاركه في مونديال الانديه. كما ارتبط اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع عده انديه مشاركه في كاس العالم للانديه، اللي منها انديه اوروبيه بحال تشيلسي، وكذلك نادي الهلال السعودي، بالاضافه لانديه افريقيه بحال الاهلي المصري. ودابا جا الضوء على الوداد المغربي اللي هو واحد من الممثلين ديال القاره الافريقيه في هذه البطوله. هذا الخبر بدا من تقارير اعلاميه اسبانيه من صحيفه الماركا، اللي قالت ان الوداد كيتفاوض مع اللاعب كريستيانو رونالدو باش يشارك معاه في كاس العالم للانديه، واللي غيكون في الولايات المتحده الامريكيه. والوداد غتنافس فرق كبيره بحال مانشستر سيتي ويوفنتوس وكذلك العين الاماراتي. ولكن واش هاد الاخبار صحيحه ولا غير اشاعات فقط؟ رونالدو في الوقت الحالي كيلعب مع النصر السعودي، واللي غيسالي العقد ديالو في هذه الايام المقبله. وكريستيانو رونالدو هو الهداف ديال الدوري السعودي في هذا الموسم الحالي وحتى الموسم الماضي، وكيقدم مستويات عاليه رغم السن ديالو اللي تجاوز 40 سنه. وهذا الشيء كيخلي الفكره ديالو انتقال الوداد الرياضي غير ممكنه من الناحيه الواقعيه. الجماهير المغربيه تفاعلت بشكل كبير مع هذا الخبر. ودابا نسولوا راسنا واحد السؤال اللي هو منطقي، واش فعلا غيكون عنده معنى ارتباط كريستيانو رونالدو بالوداد الرياضي؟ وشنو يقدر يستافد الوداد الرياضي من هذه الصفقه حتى الا كانت غير مؤقته؟ لا كان غيلعب معنا مثلا 3 الماتشات وغادي نربحوا على ظهره الفلوس، مرحبا. لا غادي تربح هذه صار منافيه. هو شحال غيربح؟ يربح اللي بغى يربح، يعطينا داكشي اللي عنده بعدا، يعطينا من داكشي اللي عنده هو راس مالو، وغنربحوا حنايا على ظهره. لا شوف، لا كانت هذه المساله هذه غيلعب 3 ديال الماتشات مزيان، ولكن خصنا نعرفوا باللي راه غادي الوداد غتربح ماديا، غتربح ماديا، غتدخل واحد غتدخل شويه ديال الفلوس، شويه لا تدخل الفلوس، فهمتي؟ مزيانه فكره مزيانه. واش صحيحه ولا ماشي صحيحه الله اعلم اخويا طارق. شوف اخويا ومن الناحيه الفنيه كريستيانو رونالدو مازال كيقدم مستويات كبيره رغم من السن ديالو، وعنده تجربه كبيره في المباريات الكبرى، وكذلك كيعرف يتعامل مع الضغط، وغادي يقدر يعطي ثقه كبيره للزملاء ديالو في الوداد خصوصا اللاعبين الشباب. والحضور ديالو في خط الهجوم حتى بلا ما يسجل كيربك الدفاع ديال الخصم، وكيجبد الرقابه وكيخلي المساحات تفتح للاخرين. اما من الناحيه التسويقيه فهنا كتجي القيمه الحقيقيه ديال كريستيانو رونالدو. مشاركه الضون مع الوداد في كاس العالم للانديه غادي تخلق ضجه اعلاميه كبيره، والماركات العالميه غادي تولي مهتمه بالدعايات، والانظار كلها غادي تكون على المغرب. تيشورتات ديال الوداد غادي تباع في دبي، في مدريد، وحتى في طوكيو، يعني دخل اقتصادي كبير، وايضا صوره مشرفه للكره المغربيه على الصعيد العالمي. ومن جهه اخرى خرجت بعض التقارير كتقول ان صندوق الاستثمارات العامه السعودي، واللي عنده يد في تمويل النصر والهلال وبعض الانديه الاخرى في السعوديه، كيناقش على امكانيه اعاره كريستيانو رونالدو من النصر السعودي للهلال السعودي، وهذا الشيء باش يشارك مع الهلال في البطوله العالميه. لان نادي النصر السعودي ما تاهلش، ولكن الهلال غادي يكون حاضر كممثل رسمي للكره السعوديه، واخا غير مؤقته راه فيها مسائل استراتيجيه كبيره. ثانيا شنو غتستافد السعوديه من هذه الخطوه؟ وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى لو كان غير 2 مباريات او 3 غادي يخلي عيون العالم كامله غادي تشوف الهلال، ووسائل الاعلام العالميه، القنوات، الصحف، كلشي غادي يهضر على هذا الحدث. وهذا الشيء يخلي السعوديه تزيد ترسخ الصوره ديالها كقوه صاعده في مجال الرياضه. وكذلك جد مستثمرين جداد، شركات كبرى كتقلب على فين تحط الاشهارات ديالها، وكريستيانو رونالدو هو وجهه تسويقيه ذهبيه. مجرد انه لعب مع الهلال السعودي في المونديال غادي يقدر يجيب سبونسورات عالميه وصفقات اعلانيه ضخمه للنادي خاصه وللدوري عامه. بما ان السعوديه اللي غادي تنظم كاس العالم 2034 فهي كتخدم على انها تبان كبلد رياضي محترف،
الهلال من قبل لعب نهائي كأس العالم للأندية ضد الريال مدريد، ولكن تخيل دابا يشارك في البطولة ومعاه كريستيانو رونالدو، وهذا غيخلي حتى لاعبين عالميين ينضموا للدوري السعودي. كريستيانو رونالدو رمز من رموز الكرة العالمية ولعب مع عدة أندية تاريخية بحال اليونايتد وريال مدريد وحتى يوفنتوس. اما مسألة انتماء رونالدو للوداد الرياضي هذه فقط اخبار كاذبة ومجرد اشاعات ما عندها حتى اساس من الصحة، وما كاين حتى شي عرض رسمي ولا تفاوض بين الطرفين، وهذه القصة كلها مجرد اشاعات انتشرت بين الناس. ولكن في الحقيقة كريستيانو رونالدو ما غاديش يلعب في الوداد ولا ينتقل ليه. الوداد نادي كبير وعنده التاريخ ديالو، ولكن انتقال بحال ديال كريستيانو رونالدو مسألة مختلفة تماما. اللي وقع هو ان الوداد الرياضي بلا ما تكون طرف في هذه الصفقة، واستفدت من هذه الاشاعة في مواقع التواصل الاجتماعي وزادت الشعبية ديالها. وهنا غنكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، وانتم اش بان لكم؟ واش نقدروا نشوفوا كريستيانو رونالدو في الوداد الرياضي ولا لا؟ ولا وصلتي لهنا خلي معك لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس باش توصل بكل ما هو جديد ان شاء الله.